تخيل تدفع ملايين علشان تسكن في أرق حي في القاهرة وتكتشف إنك مش لوحدك في الشقة. دي مش قصة فيلم، دي حقيقة شقة الزمالك اللي سكنها فنانين كبار وهربوا منها في نص الليل. الشقة دي شهدت حادثة بشعة في بداية الألفينيات، ومن وقتها وهي مقفولة. الجيران بيأكدوا إنهم بيسمعوا صوت خناق عالي وصريخ بيطلع من ورا الأبواب المقفولة، برغم من إن مفيش مخلوق جوه. والأغرب إن الأسانسير بيقف عند دور الشقة دي لوحده. حارس العمارة حكى إن الفجرية شاف خيال راجل واقف في البلكونة وبيدخن سيجارة، ولما طلع يشوف مين لقى الشقة متشمعة بالشمع الأحمر ومحدش دخلها من سنين. حتى العمال اللي حاولوا يرمموا الشقة هربوا وسابوا عدتهم لما شافوا الدم بيسيل من الحيطان وبيمسح نفسه في ثواني. الموضوع وصل لدرجة إن الناس عرضت تشتري الشقة بتمن رخيص جدا، بس أي حد بيدخلها بيحس بضغط على صدره كأن حد بيخنقه. الشقة دي مش مسكونة بالجن، دي مسكونة بذكرى بشعة رافضة تمشي. ولو عديت من قدام عمارة أبو الفدا بالليل وبصيت لفوق، اوعى تركز مع اللي واقف في البلكونة. تفتكر البيوت دي فعلا بتمص طاقة أصحابها؟